8 أخطاء شائعة إياكي تعمليهم مع طفلك مهما حصل. وبالمناسبة هتلاقي نفسك بتعملي خطأين على الأقل من الحاجات اللي أنا هقولها في الفيديو ده. السلام عليكم، أنا دكتور حسام طبيب أطفال، وهنا بقدم لك معلومة تهمك وتهم طفلك. اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس، تابعوا الفيديو ده للآخر. ممنوع تبوسي طفلك من الفم. في فيروسات وميكروبات بتنتقل عن طريق الفم وبتسبب أمراض خطيرة للطفل. وطبعا من أشهر الفيروسات اللي بتنتقل عن طريق البوسة دي فيروس الهربس. بتلاقي الأب أو الأم أو أيا كان الشخص بيبقى مصاب بالهربس في صورة حبوب كده فيها مية، بتبقى على الشفة من بره أو من جوه الفم. وطبعا بمجرد ما الشخص المصاب بيمسك الطفل ويبوسه بينتقل الفيروس ده عن طريق اللعاب، وبعد كده الطفل بيتعدي وبيظهر له بثور مؤلمة جدا في الفم بتخلي الطفل حرفيا يصرخ من الألم. ممكن يحصل للطفل مضاعفات من الفيروس ده توصل لالتهابات في المخ. وطبعا ده غير الادوار التانية اللي بتنتقل عن طريق التنفس، الادوار التنفسية زي دور البرد وغيره وغيره. فمن الاخر كده عشان ما نزعلش من بعض، اللي عايز يبوس طفل يبوسه من ظهر ايده، منطقة الوجه دي ممنوعة تماما. ممنوع تحطي طفلك في المشاية. المشاية اتمنعت في دول أجنبية كتير عشان أضرارها أكتر من منافعها بكتير. طبعا بالنسبة للمشاية احنا اتكلمنا عنها قد كده الفيديوهات اللي فاتت، وقلنا ان هي اتمنعت في دول كتير جدا، وقلنا ان هي بتأثر على تناسق نمو عضلات الساقين بتوع الطفل، وقلنا كمان ان هي بتعلم الطفل المشي غلط، وقلنا كمان ان هي بتعمل حوادث كارثية توصل لا قدر الله لارتجاج ونزيف في المخ. فأرجوكم يا جماعة فكوكم من المشاية. الطفل كده كده لو ما فيهوش مشكلة هيمشي في ميعاده، ولو في مشكلة حتى لو في مشاية مش هيمشي أصلا. ممنوع ندي الطفل الأصغر من 3 سنين الحقنة بأنواعها فالمقعدة من ورا، لأن ده ممكن يعمل إصابة لأعصاب مهمة تؤثر على المشي. بالنسبة لموضوع الحقن في الأطفال الصغيرة، أنا بس عايز أحكي لكم قصة لحالة شفتها بعيني. الحالة دي لطفل سنه 2 سنين. الطفل ده خد حقنة في الصيدلية في المقعدة ورا، وللأسف لسوء حظ الطفل ده الحقنة جت جنب السياتيك نيرف، وده ببساطة العصب الأساسي اللي بيعدي في الجزء الخلفي وبيغذي الساق. طبعا الطفل ده فضل 2 سنين كاملين بيتابع مع دكاترة مخ وأعصاب ومع دكاترة علاج طبيعي عشان بس يرجعوا الطفل ده للحالة الأصلية اللي كان عليها. فلو عندكم طفل أقل من 3 سنين ممنوع تماما ياخد ورا. المكان الصح إن احنا نضرب في العضلة الأمامية في الجزء الخارجي منها في المنتصف. ممنوع اللبن البقري أو الحيواني للطفل قبل سن السنة، وده عشان هضمه بيبقى صعب على الطفل وممكن يسبب له حساسية في الجهاز الهضمي. بالنسبة للبن الحيواني بكل صوره فممنوع تماما قبل سن السنة. أما بالنسبة لمنتجات اللبن زي الزبادي والجبنة القريش واللبن الرايب والقشطة والرز بلبن والمهلبية وكل الحاجات اللي فيها لبن مطبوخ فمسموحة من سن 6 شهور. وطبعا دلوقتي هتسألوني سؤال، اشمعنى اللبن ممنوع واشمعنى الحاجات دي مسموحة؟ الإجابة بكل بساطة عشان البروتين الحيواني بتاع اللبن بيبقى معقد شوية وتقيل على الجهاز الهضمي بتاع الطفل. أما اللبن المطبوخ فبيكون البروتين بتاعه متكسر، فبالتالي بيكون أخف ومقبول بالنسبة للطفل. ممنوع تدي طفلك كالسيوم من غير تحليل، وده لأن الكالسيوم لو زاد ممكن يترسب في الكلى ويعمل حصوات. بالنسبة للكالسيوم احنا اتكلمنا كتير في الموضوع ده، وقلنا ان الكالسيوم بيتاخد بتحليل اسمه تحليل الكالسيوم، وده بنعمله ببساطة لما بنلاقي على الطفل اعراض نقص كالسيوم بتخلي دكتورك يعمل التحليل ده، والدكتور بيظبط لك جرعة الكالسيوم المناسبة لوزن طفلك. الحاجة بقى المسموح بيها واللي ناس كتير فاكراها كالسيوم فهو فيتامين د، وده مش كالسيوم، ده حاجة اسمها فيتامين د، وده بيتاخد كجرعة وقائية من أول يوم بعد الولادة. ممنوع تدي لطفلك الأدوية دي مع بعض. الأنواع دي كلها من مجموعة واحدة اسمها مضادات الالتهابات الغير استرويدية، وعشان كده استخدمي نوع واحد بس. أكبر غلط يا جماعة بشوفه بشكل دوري بين الأمهات، ألاقي أم بتدي طفلها بروفين مع كونتافيفر مع إن الاتنين نفس المادة، أو ألاقي أم بتدي طفلها الدولفين مثلا مع البروفين. يا جماعة ما ينفعش. الأنواع دي كلها اللي شفتوها قدامكم دي حاجات اسمها مضادات الالتهابات الغير استيرويدية، كلها من عيلة واحدة بس. العيلة دي بقى معروف عنها إيه؟ إن استخدامها بجرعات صغيرة لفترات طويلة أو بجرعات عالية، يعني احنا نستخدم دوايين ولا أكتر مع بعض لفترة قصيرة بيأثر بشكل سلبي على الكبد وعلى الكلى، ممكن كمان يعمل للطفل قرحة في المعدة. فبكل بساطة نستخدم حاجة واحدة منهم بس، والأفضل من ده كله إن احنا نبدأ بالحاجة الآمنة اللي هو الباراسيتامول اللي هو السيتال. ممنوع تدي طفلك المكسرات في الصورة الكاملة قبل سن 4 سنين،
ولكن اطحنيها ورشيها على أكل الطفل عشان تحميه من الاختناق. بالنسبة للمكسرات فالموضوع والله مش بسيط، الموضوع خطير جدا. ولسه من فترة قريبة كده حالة جت لحد من الزملاء، الطفل ده فضل شهر كامل بيلف بين الدكاترة، بياخد جلسات وبياخد حقن وبياخد أدوية، لغاية ما راح لزميلنا ده. ولما خد التاريخ المرضي بتاعه اكتشف ان الطفل ده كان بياكل ترمس من شهر وشرق، وبعدها ظهر كل الأعراض دي. وطبعا الطفل ده بعد ما اتعمل له منظار طلعوا أجزاء الترمس اللي دخلت في الجهاز التنفسي، وبالتالي أنقذوا الطفل. فباختصار شديد قبل ال4 سنين ممنوع المكسرات بصورتها الكاملة، ولا الفشار ولا الترمس ولا أي حاجة مدورة وصغيرة وينفع تدخل في الجهاز التنفسي. ممنوع تدي طفلك الأصغر من عمر السنة ملح أو سكر، عشان كده هتوجهي التذوق عند طفلك لأصناف معينة وهيرفض الباقي تماماً. بالنسبة للسكر والملح غير موضوع التذوق، فالسكر ممكن لو تاخد في السنة الأولى يسبب للطفل سمنة أو يسبب له سكري. أما بالنسبة للملح فكمية الصوديوم اللي فيه ممكن تحمل جدا على كلية الطفل في أول سنة، عشان كده الحاجات دي ممنوعة قبل سن السنة. وبس كده نكون وصلنا نهاية الفيديو. أتمنى تكونوا استفدتوا، ما تقفوش المعلومة عندكم وعرفوا غيركم بيها. سلام.